اتكلم. ازيكم عاملين ايه؟ فخر الدلتا محمد صلاح فخر هو شاب من الدلتا بعد ما خلص التعليم في بلده راح يحقق حلمه ويشتغل في مجال الدعايه والاعلان. لايك وسبسكرايب ولا بينا نبدا. أنا هشتغل في أكبر شركة إعلانات في مصر. محمد صلاح فخر شاب بيكذب كتير ما كانش محقق حلمه، فقرر انه يحققه في القاهره. فقرر يكذب كدبه ويصدقها، قرر انه يعيش حلمه في القاهره بانه يشتغل في اكبر شركه في مصر في الدعايه والاعلان. بس لما راح القاهره اتصدم بالواقع، بس هو طول الوقت بيكذب كتير وبيحسسهم في البلد انه جامد. بعد ما اترفض من اكتر شركه كان نفسه يشتغل فيها، اكبر شركه في الاعلان في مصر، وبعد ما اتصدم بالواقع اضطر يشتغل في شركه تحت بير السن، وبقى يقنع الناس انه بيشتغل في شركه كبيره وبينصب عليهم. كان بيحلم من وهو صغير انه يشتغل في الشركه دي بالذات. ده حلم عندي من وانا صغير ان انا اشتغل في الشركه دي ونفسي احققه. انت متوقع مرتب؟ بيضطر انه ينصب عشان يدفع ايجار وسكن في اوضه من السطوح. يعمل اعلان في الشركه اللي تحت بير السلم، وهيضرب وهيجي مسؤول من شركه كبيره اللي اترفض فيها عشان يشوف، وهيتكلم معاه وهيقنعه انه هيشتغل 3 شهور تحت التمرين انه يثبت نفسه ويعمل اعلان يكسر الدنيا، وهنا هيتعين رسمي. مرتبك يبقى كام تقريبا؟ 20,000. 7 11. وبينصب على الناس وبيعمل اعلانات وهميه بالعوضي اسمها خشاب وده مش حقيقي، والناس بتضطر تضربه وتعلقه من رجله بسبب انه نصب عليهم. بيقابل بنت في الشركه الجديده اللي اتعين فيها تحت التدريب، وبيعجب بيها وبيتخيل علاقتهم سوا باسم ابنهم، فخر ده ولد كويس، لازم اشوفه بنفسي. وبيدخل وبيكلمها وبيكتشف انها شغاله في نفس المكان، وهي بيعجبها ستايله وبتطلب انها تشوف بلده عشان تصور فيها اعلان، وما بيصدق يوافق على امل انها تكلمه ويتعرف عليها اكتر. وبعد كده الشركه بتديله مهله اسبوع انه يثبت نفسه، والا انه هيترفد منها وهيرجع لبلده. وهنا بيتذكر كل الافكار السلبيه في دماغه وانه هيرجع بلده بحماره مش هيقلب. أنا عاوزك تعمل لي إعلان للمقابر. ده كل اللي يخص مسلسل فخر الدلتا. متنسوش لايك وسبسكرايب لتقديم الافضل. اشوفكم في فيديو جديد، سلام. إعلان موت. مقابرنا مش زي أي مقابر، ده في ناس بتموت عشان تيجي هنا. يعني انت دافع 5000 جنيه وعايز نعمل لك اعلان باحمد العوضي واسماعيل خشاب؟ هات 500 كمان. A few moments later. انت ناس عايزك تركز في اللي جاي. A few moments later. دكتور الله يرحمها يعني اسف اسمها شيرين. A few moments later. فرحها باسبوع. يا تامر اهلا حبيبي، ازيك يا شيرين؟ Stop it. Get some help. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ شكلك حلو قوي. انا اصلا عايزه اشوف البلد. حاجه كده كتبها ابويا الله يرحمه قبل ما يموت. ده انتوا محظوظين جدا والله. لا كتب لنا اليافطه مش البلد. حاسس ان ده مش مكان. انت قدامك اسبوع وتثبت نفسك، يا تاخد بعضك وتروح بلدكم.